السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي. النهارده يا جماعة شوية أخبار بسيطة كده. عارفين فايلر؟ فايلر اللي كان في ناس كتيرة من جمهور الأهلي كان نفسهم يرجع تاني فايلر. النهارده يا جماعة فايلر في الدوري الأمريكي اتغلب في مع فرقته اللي اسمها دي سي يونايتد، اتغلب على ملعبه وسط جمهوره، اتغلب 6-0 من فرقة اسمها فلاديفير على ملعبه وسط جمهوره 6-0. والنهارده الفرقه اللي ماسكها فايلر دي يا جماعه النهارده في المركز الاخير في الدوري الامريكي. تخيلوا بقى، فالحمد لله ان هو ما جاش، رجع الاهلي تاني، الحمد لله. تاني حاجه يا جماعه النهارده الاسماعيلي مشكله كبيره قوي. الاسماعيلي النهارده يا جماعه الاسماعيلي اتغلب 2-0 من سموحه. الاسماعيلي يا جماعه في المركز الاخير في الدوري، بيصارع على الهبوط. يا جماعه الاسماعيلي السنه دي 10 مطوشه، 8 هزائم، 8 هزائم وفوز وتعادل. شنو هو هذا؟ يعني غريبه وعجيبه على راي عصام الشوالي ورؤوف خليف. شنو هو هذا بجد يعني؟ فاسماعيلي كان قيمه وقامه. اسماعيلي طلع علينا نجوم كتيره جدا، محمد محسن ابو جريشه وعلي ابو جريشه ومحمد حمص ومحمد عبد الله ومحمد بركات واسلام الشاطر وسيد معوض وحسني عبد ربه وسعفان الصغير الحارس الكبير. يعني نطلع ناس نجوم يا جماعه. الاسماعيلي يعني لازم حد يعني يساعده. السنه اللي فاتت لغى الهبوط وربنا كرمه ونجا. السنه دي مين اللي هيساعده بقى؟ يا جماعه الاسماعيلي في مشاكل، مش من السنه دي ولا السنه اللي قبلها، ده مشاكل من 7 8 سنين. في مشكله كبيره في النادي والاداره من 7 8 سنين. يا جماعه الاسماعيلي محسوب على الاتحاد الافريقي من ضمن الفرق المصريه اللي واخده ابطال افريقيا. طبعا بقى افريقيا نمبر 1 الاهلي واخد 14 افريقيا، والزمالك واخد 5 افريقيا، وبيراميدز واخد 1 افريقيا، والاسماعيلي خدها سنه 1970 الاسماعيلي. فبجد يا جماعه يعني الامر غريب جدا، يعني بيصارعوا على الهبوط السنه دي. فربنا يكون في عونهم بقى، وحد يلحقهم بقى، وزاره الشباب والرياضه تساعدهم، يبقى في سبورت ليهم بجد. يعني السنه اللي فاتت كان الهبوط خلاص نجوا منه، السنه دي لا، كده واضح ان هم هيهبطوا، الا بقى ان في حاجه تانية بقى. فيا جماعه دي يعني كانت اخبار بسيطه حبيت اقولها لكم النهارده كده مع بعض. وان شاء الله بكره انتظرونا في تحليل ماتش الاهلي وكهرباء اسماعيليه وماتش الزمالك ان شاء الله. ويعني اتمنى ان انتوا تدعموني بسبسكرايب ولايك والاشتراك، يعني مش هيخسركم حاجه. وحبيت كده يعني ايه، يعني الفت نظركم كده بدعم واشتراك، عشان ما بتكلمش في الكلام ده كتير اصلا الحمد لله. يبقى سبورتوا ليا ومع قناه الدعم السينمائي الفني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.